ده كده الفيديو الرابع من فيديوهات التعديل على قالب ارباحك 1.7 المدفوع اللي هتلاقيه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا رب كلكم كويسين؟ اكيد وانت بتعدل على القالب، اكيد مثلا لو جيت تدوس على اي رابط مثلا كده في القالب، عبد الرحمن مثلا راح جاب لك صفحه اعاده توجيه تلقائيا كده من غير ما تعمل اي حاجه، انت حسيت ان في مشكله والقالب بايظ وفي مشكله كبيره جدا. دي مشكله صفحه اعاده توجيه ولازم نحلها مع بعض. اول حاجه هتلاقي في الملف اللي انا بعته لك صفحه مع صفحه اعاده توجيه، هتروح تفتح صفحه اسمها صفحه اعاده توجيه، هتبدا تفتحها كده. بس طبعا قبل ما نروح نفتحها هنعمل ايه؟ زي ما انت شاطر الفيديو اللي فات اتكلمنا على الصفحات، هتروح على كلمه الصفحات من هنا، تروح على كلمه صفحه جديده وتروح على الترجمه وتكتب اعاده توجيه، اعاده التوجيه زي ما انت عارف بقى. خلاص انت عارف الفكره، ريدايركت مثلا، وتروح هنا اهو لصق خليها مثلا 001 عشان بس احنا كنا عاملينها قبل كده تاكيد. ارجع اعمل عرض للصفحه، ظاهره معانا اهو من غير اي مشاكل. هتروح على الصفحه بتاع اعاده التوجيه، تحدد كنترول ايه، وخلي بالك الكلام مش لحد هنا، تمام؟ ده الملف كبير اللي تحت، كنترول ايه من لوحه المفاتيح، خدنا نسخ. هتروح على الصفحه بتاعتنا وتمسح الكلام ده، وتروح برده من القلم على عرض HTML تحدد الكلام ده كله وتدوس كلمه لصق. خلصنا وحطينا لصق، جميل جدا. بص يا سيدي، انت قدامك في الملف ده تقدر تعدل كذا حاجه. ايه الحاجات اللي اقدر اعدلها يا عبد الرحمن؟ بص يا سيدي، لو جبنا عرض وضع الانشاء، اول حاجه انت تقدر تعدل على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب الخاصين بيك انت. يعني لو رحنا اهو هتلاقي عندك تحت شويه كمان تحت شويه اهو فيسبوك تويتر يوتيوب، تقدر تحط الروابط بتاعتك زي ما انت شايف. انا حاطط لك نجوم اهو، تقدر تغير الرابط ده وتحط الرابط اللي انت عايزه. نفس الكلام مع تويتر ويوتيوب. دي اول حاجه. تاني حاجه ال10 ثواني دول، في ناس بتحب تكتر الثواني، لا تخليها 15 تخليها 5 زي ما انت عايز، وانا بفضل تخليها 10 زي ما هي. وطبعا تقدر تعدل على النص ده، يعني تخليه الصفحه فيها اعاده توجيه وتقدمها في جوجل ادسنس وفيها كلمه النص بس. تقدر تروح من HTML وعندك اهو تقدر تضيف النص اللي انت عايزه، وليكن انا هكتب كده اي ده نص. طبعا تكتب كلام كتير جدا ما يقلش مثلا عن 500 600 كلمه اهو كلام اهو. نفس الكلام برده مع النص اللي تحت اهو، ده كلام زي ما انت عايز، تمام؟ وانا سايب لك فيها مكان فاضي كبير اهو عشان تقدر تكتب براحتك. حلو، بدا يظهر معانا اهو. خلصنا التعديلات بتاعتنا، هبدا ادوس على كلمه تعديل، تمام؟ خلصنا اهو. ابدا اعمل عرض للصفحه بتاعتنا او اعمل ريفريش زي ما انت شايف. اتضافت معانا النص اللي احنا كتبناه، ويوتيوب وفيسبوك وتويتر وال10 ثواني، تمام؟ حلو قوي. ناقص حاجه مهمه جدا 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 وارجوك ركز معايا. ايه هي يا عبد الرحمن؟ انا عايز بس الزائد لما يدوس على الروابط الخارجيه بس يوديها على صفحه اعاده التوجيه. بمعنى يعني احنا مثلا لو عملنا عرض المدونه وده الموقع بتاعنا اهو، لو الزائر مثلا جاي يدوس على المقاله دي هيوديها على صفحه اعاده التوجيه علشان يخش على المقاله. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الزائر لما يدوس على الروابط الخارجيه بس يجي له صفحه اعاده توجيه. حلو، هعمل ايه؟ هروح من كلمه المظهر واروح على السهم الصغير ده وادوس على كلمه تعديل HTML. جميل قوي. وهنزل بالقالب او بالسهم الصغير ده كده بالماوس لحد تحت خالص كده. انت مش هتعمل اي حاجه، انت هتنزل تحت خالص. بس اول حاجه هتعدل على رابط الموقع بتاعك انت، يعني زي ما انت شايف عندك اول حاجه ارباحك 2 اللي هو الرابط ده كده، هتعدل عليه هبدا اخد الرابط، ابدا اروح على التعديل وابدا اغير الرابط ده واحط الرابط بتاع موقعي انا. طيب ركز بقى في الحته دي مهمه جدا. لو انت شاري دومين مدفوع، تاني لو انت شاري دومين مدفوع هتعمل ايه؟ ولو دومينك مجاني هتعمل ايه؟ لو الدومين بتاعك مجاني هتشيل السلاش دي وتشيل ال HTTP بس، تمام؟ زي ما انت شايف كده هتخليها بالشكل ده، يبقى اسم موقعك .blogspot.com. ده لو انت مش شاري دومين مدفوع. طب يا عبد الرحمن لو انا شاري دومين مدفوع، يعني مثلا لو انا الاسم بتاعي، تعال ناخد ده كده مثلا نسخ احتياطي، وانا الدومين بتاعي ما فيهوش بلوج سبوت، يعني مثلا ارباحك 2 مثلا .com، هتحط قبليها www وتخليها بالشكل ده، تمام؟ يبقى انت كده قدامك طريقين، لو انت شاري دومين مدفوع او لو انت ما عندكش دومين مدفوع ودومينك مجاني. فاحنا الدومين بتاعنا ده دومين مجاني، فابدا اشيل الكلام ده واحط الكلام بتاعي عادي جدا من غير www. خلصنا كده؟ ايوه. تاني حاجه انا عايز احط الرابط بتاع صفحه اعاده التوجيه الخاصه بي انا، اللي هو لما الناس تروح على تدوس على اي رابط خارجي يوديهم على صفحه اعاده التوجيه. طب اجيب الرابط ده منين يا عبد الرحمن؟ من الصفحات. ده منين يا عبد الرحمن؟ من الصفحات. هتروح على القائمه اللي هنا دي وتروح على الصفحات، هتلاقي الصفحه اللي احنا عاملينها بتاع اعاده التوجيه، هتعمل عرض ليها كده زي ما انت شايف الرابط عندك اهو، هتاخده كده نسخ
وتروح على اخر حاجه تحت عندك كلمه هير اهي، وتحدد من اول اتش تي تي بي لحد علامتين الاستفهام. وعلامتين الاستفهام ما بتشيلهمش، بتخليهم زي ما هم لحد اتش تي ام ال بس. ودوس كلمه لصق، يعني زي ما انت شايف الرابط بقى معايا اهو اتش تي ام ال علامتين استفهام. وتدوس على علامه فوق خالص على الشمال اهي، تستنى لحد ما يجيب لك تم الحفظ بنجاح، تم التحديث بنجاح. حلو، ارجع بقى واعمل لي عرض للموقع بتاعنا الجميل. زي ما انت شايف الموقع بقى ظاهر معايا اهو. تعال ندوس على اي مقاله، زي ما انت شايف دخل على المقاله اهو من غير ما يروح على صفحه اعاده التوجيه. دوس مثلا على اي حاجه ثانيه اهو من غير اي مشاكل. طب امتى بقى يروح على صفحه اعاده التوجيه يا عبد الرحمن؟ لما يكون في روابط خارجيه، وليكن مثلا ده رابط خارجي، فهبدا ادوس عليه هيبدا يعمل لي صفحه اعاده توجيه. بس طبعا احنا مش ضايفين هنا روابط، فخلينا مثلا نروح على المشاركه دي ونضيف اي رابط. مثلا عايزين نحط مثلا الترجمه دي، بحيث الشخص اللي يدوس على كلمه مثلا جوجل بلاي يوديه على الرابط بتاع الترجمه اهو. هروح على الداشات من هنا وابدا احط الرابط اهو لصق. حلو، وابدا اعمل حفظ. اعمل ريفريش للمقاله، اللي هيدوس على جوجل بلاي هيوديه على الترجمه. هبدا ادوس عليها كده زي ما انت شايف، وديه على اعاده التوجيه. هيستنى ال 10 ثواني يعدوا وبعد كده يروح على الترجمه. زي ما انت شايف ال 10 ثواني خلص اهو لوحده تلقائيا من غير ما يعمل اي حاجه، وديه على الترجمه. كده يعتبر خلصنا الفيديو بتاع اعاده التوجيه، وقلت لك كل المعلومات. لو في حاجه وقفت قدامك كلمنا في الكومنتات او على قناه التليجرام بتاعتنا.